فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم معاملة متكاملة شاملة فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالعبادة، فيما يتعلق بأصل الإنسان، فيما يتعلق بالكون، بالحياة. وكل هذا مستمد وموجود بيننا نقرأ فيه كل يوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا اللي بنحب نوصل رسالتي للمستمع، أراه منهج النبي وطريقته موجودة بين يديك. التجي إلى كتاب الله ترى فيه العجائب، حيفتح الله قلبك وينور الله عقلك ويطهر الله نفسك. أرى كل ما يتعلق بالحياة، بالكون، بالوجود، بالسعادة الإنسانية، بما يتعلق بالحضارات، بالأمم، بالدول، بالصراع، كلها في كتاب الله. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه أو كان هو تفسير عملي لكتاب الله. وهذا ما أحببت نوصل هذه الرسالة، ونتمنى تكون وصلت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. بارك الله فيكم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. بارك الله. إذا وصل كلام الله انتهت الخطابة وانتهت البلاغة. الصادق الهادي